السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات سعدية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة فيديو روتين كده لتنظيف الشقة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ريت متنسونيش بلايك وشير وفعل الجرس وتدوس على كلمة الكل عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلك. أول حاجة بدأتها بعد الفطار على طول كانت أوضة الأطفال. أوضة الأطفال كانت عندي بالمنظر ده، يعني عايزة أقول لكم بناتي كانوا تعبانين الاتنين ورا بعض، فمرضتش أضربهم يعني ولا الكلام ده ولا أي حاجة ولا زعلهم، فقلت خلاص أسيبهم يعني على بال ما عملت الفطار، وكنت حطيت يعني دورة غسيل وكده، فسبتهم يلعبوا في الأوضة. فبصوا منظرها، فضوا كل اللعب بتاعتهم على الأرض وعلى السرير وعلى كل حاجة، فضوا اللعب. أنا كنت أصلا هنضف الأوضة تنظيفة كويسة، فقلت أسيبهم يعني وبعدين يعني ألم كل حاجة يكونوا يخلصوا اللعب. هنا بصوا أول حاجة بدأت أن أنا بعد ما لميت كل اللعب عشان التراب وكده من البلكونة، عملت وديت السرير ناحية تانية عشان أعرف أفتح البلكونة، لأني زي ما انتوا بتشوفوا معايا في الروتين ان انا حاطه السريرين سد بيهم البلكونه، عشان خاطر الشاشه حطيتها مكان الدولاب، والدولاب حطيته مكان جنب الباب الاوضه وكده. بس فقلت اول حاجه اعملها انضف البلكونه تنظيفه كويسه واكنسها وامسحها. طبعا انا مش بصور فيهم، مش بفتحها كتير، لاني اصلا البلكونه الصغيره دي الجيران قريبه مني ومعملاش فيها منشر ولا اي حاجه، فبقفلها بسرعه. بعد ما قفلتها طبعا مسحت البلكونه كويس وكل حاجه، مسحت تحت السرير ده وفرشته وفضل السرير ده. قلت هنشيل مع بعض كده الملايات وبرضو امسح. بصوا هي يعني اما بدخل الشاشه الاوضه بتضيق بصراحه، بس علشان خاطر الصاله عندي الجو حر، فقلت لا يعني مش مشكله، ضيق المهم ان احنا عشان بننام التكييف والكلام ده وكده، عشان البنات برضو مش مستحملين الحر. انا اصلا دور يعني اخير، ومعايا البنات تعبانين وما بيستحملوش الحر. هنا برضو حطيت اللي هو المعطر ده بتاع فريدة فبالبهجة، فقلت ارش رشه كده يعني في الاوضه، وابقى كده خلصت من اول اوضه. عايزه اقول لكم بنتي تعبت تعب جامد، جالها هبوط كده، وفجأة جت لي يا ماما انا مش شايفة من عيني، وانا بكشف لها وتعبت تعب يعني ربنا يورينا في ولادنا ابدا يا رب. فبرضو طلع لها حبوب في وشها حمرة والكلام ده، فقالوا لي من السخانة. بس انا اصلا قبل ما يعني ما اروح لدكتور ويديها حقن للحساسية، كشفت لها اصلا في مستشفى حميات، فادوني المضاد الحيوي ده وادوني بروفين مش حلو يا جماعه للسخانه، محدش يدي لاولاده. اول ما اديتها بروفين حسيت اني بتاخد لها نص ساعه وترجع تسخن تاني، وادوني جزازتين الدواء دول للرشح والكحه وكده، والبروفين يعني ما عملش معاها اي نتيجه، ده ولا عكس، يعني اديتها مرتين ولا اكتر في اليوم. بصيت الصبح لقينا بقع حمرة في وشها كده، حساسية فظيعة. فبصراحة مش كويس البروفين، مش حلو. وبعد ما اديتها العلاج ده اصلا اللي انتوا شايفينه معايا ده، يعني نزلت بيها، ما لقيتها سخنة نزلت بيها المستشفى ورجعت عشان اكمل اصلا ال يعني البيت. فانا اصلا كنت من بالليل قالوا لي اديها بروفين، فجبت لها من الصيدليه، فات في الحميات ادوني برضو بروفين، فمش حلو خالص، مش بيجيب نتيجه في السخانه. فانا اديتها منه كذا مره، وبعدين وديتها للدكتور لما اداني حقن للحساسيه ومنعها من البيض واللبن والسمك، قال لي الفتره دي يعني عشان الحساسيه. فخلوا بالكم من ولادكم، ما تدوش اي دواء وبس، عشان برضو موضوع الحساسية في اي دواء اعملوا اختبار حساسية. بعد بصراحة ما اديتها العلاج وعملت لها كمادات نزلت الحرارة، دخلت اكمل بقية البيت. بصراحة في الوقت ده اصلا هي كانت خدت العلاج
فتقريبا كده دواء الكحة بيبقى فيه منوم. فنامت، رحت دخلت، كنت عايزة ايه اخلص الأوضة التانية. انا دلوقتي الأوضة دي عندي نار سخنة، نار يعني. فانا كنت عايزة اطلع الديب فريزر وعايزة انضف الأوضة تنظيفة كويسة كده وافرشها، اطلع الديب فريزر اوديه الأوضة اللي فيها البلكونة عشان التهوية يعني، لاني الجو حر وانا دور اخير. وبصوا عايزة اقول لكم يعني الجو صعب وفي نفس الوقت النور بيتقطع. فانا قلت لا، انا هدخل الديب فريزر الأوضة عشان خاطر الأوضة اللي فيها بلكونة هاوية شوية بس. فأنا دخلت الديب فريزر البلكونة كده، بتاع الأوضة اللي فيها البلكونة، وقلت أمسح الأوضة مسحة كويسة. بصوا أنا عايزة أقول لكم يعني أنا ما نقلتهوش، أنا نظفت الأوضة وكل حاجة بس نقلته بعدين علشان خاطر يعني تجيل. وقلت لما ايه جوزي يجي من الشغل ينقل معايا الديب فريزر. بس نظفت الأوضة تنظيفة حلوة كده على السريع بصراحة. فرشت السرير ولمعت يعني الجزاز والخشب والكلام ده، ورحت فرشة السرير ومسح الأرض كنساها ومسحها. ودخلت على طول بعد كده على أوضة الأنتريه. أوضة الأنتريه كانت عندي برضو عايزة تتنظف تنظيفة كويس، وكنت عايزة أشيل السجادة. بصوا يعني فترة الصيف دي محدش يفرش السجاد في الأرض. بص يعني أنا حاطة قماشة حاجزة التراب برضو، والله العظيم نفض الأنتريه وبيبقى فيه تراب جامد يعني، مش تراب حاجة بسيطة. الأوضة دي على الشارع وعلى طول مفتوحة البلكونة كده يعني الجزاز بتاعها فيها تراب بصراحة. فقلت لا، أنا كنسة كويسة البلكونة كده وامسحها وامسح الأوضة علشان خاطر كنت يعني بخلص بسرعة عشان بنتي كانت تعبانة. فبصوا منظر البلكونة والله يعني ممكن تقولوا التراب ده ايه ده، التراب والكلام ده والله بيبقى يوم يعني يومين سايباها مش اكتر من كده البلكونة، بس بتتطرب بسرعة. بس انا هنا قلت عايزة اخلص، مسحت الارض وغيرت البياضات بتاعت الانتريه ونضفته تنظيفه كويسه. وقلت مش هفرش السجاد بصراحه لان الجو حر، قلت ابقى اغسلها وكده يعني واشيلها مع بقيه السجاد. مش هفرش سجاد في الصيف. كنت افرشها الاول واقول للضيوف وكده، ما حدش بيروح لحد، وحتى لما حد بيجيلك بيبقى ايه قريب عليك. فقلت لا، انا هسيب الاوضه من غير سجاده يعني. فبرضو عشان ايه تبقى سهل عليا في ان انا اكنسها وامسحها بسرعه. دخلت برضو على الصاله. عايزه اقول لكم البنات يعني في المكان الصاله ده كانوا بيلعبوا وكانوا ماسكين بيبسي. فقبل ما تتعب بنتي يعني شربوا بيبسي وكده وكلوا ايس كريم. فقلت لا، انا عايزه اغسلها بالمكنسه كده يعني الارض ادعكها دعكه كويسه. وبعدين ألمع تلميع، لمعتها وكل حاجة وخلصت ودخلت أعمل الأكل. عملت رز وبطاطس محمرة وسلطة، أكلة خفيفة كده وسريعة، والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. بس قلت أكل كده وأكل بنتي عشان خاطر كنت كل شوية بعمل لها كمادات قاعدة جنبها. فهو ده الفيديو ده أصلا مصورة لي أسبوع، بس هو ده اللي أخرني إن أنا يعني أعمل مونتاج وأنزل الفيديو. يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وفعلوا الجرس، دوسوا على كلمة الكل واشتركوا عندي في القناة، شرفوني ونوروني. وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد بإذن الله قريب كده، نعمل فيديو حلو مع بعض. مع ألف سلامة.